اللي على السوشيال ميديا، الناس كلهم من بلوجرز وكل الناس هي حياتهم مش وردي. دي اول حاجه. وفي مشاكل انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، وفي ظروف انتوا ما تعرفوش عنها حاجه، انتوا باين لكم الظاهر. فحابه ان احنا ما ناخدش قوي بالظاهر، لا يعني نقول ان الحياه مش بتبقى وردي زي ما بيقولوا او بامبي. انا يمكن الفتره الاخيره غبت لان انا كنت بمر بظروف صحيه، والظروف دي لغايه دلوقتي اصلا موجوده. فانه ده منعني ان انا اعرض لكم حاجات زي ما كنت متعوده ان انا اعرضها، ان انا اتكلم زي ما كنت بتكلم معاكم. طبعا يمكن انتوا عارفين ان انا جالي التهاب عصب خامس. الحاجه الجديده بقى اللي الناس ما تعرفهاش، ويمكن انا ما نزلت ستوري عنها ولا قلت كذا، اني مؤخرا تعبت يعني بجانب العصب، تعبت من صداع مزمن جدا، ورحت للدكتور مخ واعصاب، والحقيقه عملت اشعاعات وقال لي انه انت يا دعاء عندك كهرباء على المخ. تمام، والكهرباء على المخ، وما سالت السبب يعني هل هي من التهاب العصب الخامس ولا ملهاش علاقه. قال لي هي ملهاش اي علاقه، هي من عند ربنا. وانا راضيه، يعني انا راضيه بقضاء الله وقدره، ولو ده بلاء انا راضيه بيه. ودايما بعتبر ان البلاء خير، البلاء خير، البلاء خير، والتعب خير، والمرض خير كمان. لانه دايما انا من تجربتي ان انا برمي حمولي دايما على ربنا، وانه هو يختار لي. اكتشفت ان دايما اختيارات ربنا حلوه، حتى لو فيها سواء شفاء من مرض او فيها ابتلاء بمرض. تمام. دايما الناس تقول لي، او ممكن يجي لي رسائل اللي هو انت ما بتبطليش تخرجي، انت ما بتبطليش تسافري، انت ما تعرفش انت فيا ايه. بسافر، بس تعرف ان انا عندي جانب تاني خاص بالمرض. ما اتمناش ان اي حد ابدا يجي له، سواء قريب او بعيد او عدو او حبيب. طبعا كانت انه يكون عندي كهرباء على المخ، دي حاجه يعني انا من الوجع توقعت ان انا ممكن يكون عندي ورم. دي اقل حاجه من الوجع اللي كان مسيطر عليا. بقول الحمد لله على المرض وعلى البلاء. وعايزه الناس ما تاخدش بالظاهر. في جانب تاني في حياه كل بني ادم، الجانب ده لو انت طلعت عليه انت مش هتتمنى ابدا تاخد ربع او اقل من الربع منه، مش هتستحمله. فبلاش نبص انه حياة الناس او حياتي وردي وفيها تنطيط وفيها خروج. لا لا لا، في جانب كده مرض محدش هيستحمله. وفيها هكمل انا لسه يعني ما كملتش، لانه في موضوع برضو اللي هو انت هتخلفي امتى مثلا. ده قصة تانية بقى.